ازيكم يا اصحابي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معانا النهارده فيديو جامد جدا. هنشوف ايه احسن فاكهه للناس المبتدئه اللي لسه بتلعب بلوكس فروت، وهنجربها معاكم قدامكم. بس حابب قبل ما نبدا الفيديو كل وقت ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس وتابع الفيديوهات اللي جايه علشان ما يفوتكش حاجه من الحاجات اللي انا بنزلها. وعايز اقول لكم يا جماعه ان انا عامل مسابقه على 500 روبوكس، والمسابقه التانيه هتكون على فاكهه الكنترول اللي كل دلوقتي بيتكلم عليها والتحديث بتاعها والحاجات الجامدة جدا اللي احنا لسه مستنيينها في الفاكهة دي. وشروط المسابقة دي يا جماعة هتكون، أنا يا جماعة في واحد بيضربني. طيب، شروط المسابقة دي يا جماعة هيكون أول شرط إن أنت تتابعني وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتتابع الفيديوهات اللي جاية دي عشان ما يفوتكش حاجة من الحاجات الجامدة اللي أنا بنزلها. دايما بنزل أكواد بلوكس فروت، هسيب لك اللينكات بتاعتها أسفل الفيديو. ومنزل 3 أجزاء لفيديو، ومنزل 3 أجزاء لأكواد بلوكس فروت، ال3 أجزاء أجمد من بعض. سايب لك اللينك بتاعهم أسفل الفيديو زي ما بقول لك. وادخل بص عليهم بصة، لأن الناس اللي شافت الفيديوهات دي عجبتها الأكواد وشكرتني جدا في الكومنتات، ولسه في جزء رابع هينزل لأكواد بلوكس فروت. فحابب إن أنت تتابعني عشان ما يفوتكش المسابقة والحاجات الجامدة اللي أنا بنزلها، غير السكنات اللي أنا بنزلها. أنا بنزل سكنات جامدة جدا في لعبة روبلوكس. السكنات دي بتيجي عن طريق اكواد، او بتيجي عن طريق مبات احنا بنلعبها. وحرفيا كل السكنات جامده جدا وعجبت ناس كتير برضه. طيب يا جماعه، الفاكهه اللي انت لو انت لسه بادئ في لعبه بلوكس فروت، الفاكهه اللي هتنجز معاك، الفاكهه اللي من الاخر، هي فاكهه اللايت. اكتر فاكهه انا بحبها للناس المبتدئين هي فاكهه اللايت، واللي هي معايا دلوقتي اهي، وهنجربها واحنا بنلعب. طيب انا حابب بس قبل ما نلعب ان احنا نروح نشتري فاكهة ونشوف ايه اللي هيطلع لنا قدامكم يعني. طيب، انا عندي طبعا مهمة هنا في الجزيرة اللي هنا دي. المفروض ان انا هنزل في المية هنا وعندي مهمة هنا. هلعب المهمة دي، بس هروح دلوقتي اشوف هيجي لي ايه لما اجي اشتري فاكهة. وعايز اقول لكم يا جماعة، من احسن الحاجات في فاكهة اللايت السرعة بتاعتها. يعني بص، انا دلوقتي عايز اروح من الجزيرة دي للجزيرة اللي هناك. طبعا انا فاتح كل الضربات اللي فيها، وطبعا واحد معايا اهو مع فاكهة اللايت. فشوف يا جماعة، انا هتنقل من الجزيرة دي للجزيرة اللي هشتري فيها الفاكهة ازاي. زي ما بقول لكم، انا فاتح كل الضربات اللي فيها، فبضغط على حرف الاف وبوجه بالماوس كده على مكان الجزيرة. فشوف يا جماعة السرعة بتاعت فاكهة اللايت، من احسن الفاكهات اللي انت ممكن تلعب بيها وانت مبتدئ. هتنجز معاك في حاجات كتير لو انت لسه مبتدئ زي ما بقول. فهنروح دلوقتي زي ما بقول لكم هنشتري فاكهة ونشوف هيطلع لنا ايه قدامكم، وان شاء الله يبقى وشكم حلو يعني. مستني نوصل. شوف يا جماعة، يعني ما شاء الله الفاكهة جامدة بالنسبة للناس المبتدئة، سريعة جدا يعني. طيب، فيلا بينا نروح عند الراجل الجدع ده. ان شاء الله هيبقى وشكم حلو. الفاكهة عاملة 88,000. يلا بينا يا حظي، تشوف هيطلع لي ايه، هيطلع لي ايه، هيطلع لي إيه؟ ايس ايس ولا ايه؟ جميل جدا، شغال عادي. الفاكهة عجبتني، وشكو حلو. الفاكهة مش وحشة. هحطها عندي في الستور. وشكو مش وحش والله. طيب، نحطها في الستور. وتقريبا في بص هنا، بس ايه، عشان انا بحب اقتل البصات بصراحة. هنروح نقتله لو هو موجود. معلش لو بقطع الفيديو في حاجات تافهة كده، بس انا بحب اقتل اي بص حرفيا. طيب، تعالى نروح بقى على مكان المهمة بتاعتنا. احنا بقينا فين 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 فين؟ المفروض ان هي هنا كده. طيب، شوفوا يا جماعة المكان بعيد ازاي، وانا بحرف الاف هوصل هنا. طبعا الفاكهة لسه فيها مميزات جامدة جدا جدا، هوريها لكم وانا بلعب، وتشوفوا الضربات الباقية، وتشوفوا الضربات التانية بتاعت فاكهة اللايت. فدي انا من وجهة نظري انا احسن فاكهة تبدأ بيها لو انت لسه مبتدئ. المفروض ان احنا ننزل هنا. فالمفروض ان انا عندي مهمة عند الراجل ده. يلا بينا. تاني مهمة، أنا كنت عملت أول مهمة، وإن إحنا نروح نقتل شوية ناس هناك كده. يلا اظهروا. الفاكهة ضرباتها قوية جدا، وغير إن هي طبعا بتزيد مع الوقت. يعني مثلا حرف الزد، شوف، بوم.
يعني ما شاء الله الفاكهة قوية جدا، غير اللي انا بلعبه ده اصلا قوي. يعني اللي انا بلعبه ده اقوى من البوس اصلا اللي احنا كنا لسه بنلعبه من شوية. يعني في بوس طبعا، البوس بتاع الفاكهة. طبعا البوس اللي موجود اصلا في الجزيرة بتاعت القرود دي حرفيا ضعيف جدا اصلا. يعني اللي انا بلعبه دلوقتي ده اقوى اصلا من البوس اللي موجود اللي هناك. تعال نجرب حرف الاكس، شوف حرف الاكس القوة بتاعتها عاملة ازاي. انا اقرب من ده هطلع حرف، وعشان تستخدم حرف الاكس بطريقة احسن، الاحسن ان هو يكون قريب منك قوي. يعني بص انا هقرب منه دلوقتي اهو. بصوا دلوقتي بيتدمج جامد. تمام. طيب تعالى نقتله ونشوف غيره. تعالى نجرب حرف السي. بص، بوم. حرف السي قوي جدا 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 في باكت اللايت. تعالى نروح على ده مثلا. طبعا يعني الضرب بالسيف اصلا يعني لوحده كفايه. ضرب السيف في فاكهة اللايت اصلا لوحده كفايه. بس انتوا شايفين الحاجات اللي انتوا بتلعبوها دي هتفيدك مثلا لو انت بتلعب بي في بي، او حبيت تستخدمها عادي، لان انا عندي الضرب اصلا هنا ب 707. لان انا مطور فيهم اصلا. يعني اكتر حاجه بحب اطورها هي البلوكس فروت، ان هي قوه الفاكهه اللي معايا. تمام. فانا كده خلاص المهمه بتاعتي هنا خلصت، المفروض ان انا اروح اخد مهمه جديده. وطبعا من احسن حاجه في التراكات برضه ان انا اشوف الراجل اللي انا اخد منه المهمه بعيد ازاي. يا دوبك بس بوجه بالماوس كده على حرف الاف، شوف بوصل بسرعه ازاي. بصوا يا جماعه المايك فصل عليا معلش، وانا بصور اصلا في نص الفيديو من اول اللقطه دي بالظبط. فانا كملت الفيديو للاخر واتفاجئت ان مفيش صوت. فاحنا كان قدامنا كام قوه هنا كده هنجربها. تمام هنروح نجربها، وغير ان انا اصلا عايز اقول لكم ان انا رحت حاربت البوس اللي هنا اصلا. فهنجرب بس كده الكام قوه اللي متبقيه لنا، وبعدين نروح نحارب البوس اللي موجود. فاحنا هنطير كده. احلى حاجه في فاكهه اللايت حوار الطيران ده، بجد حاجه عجباني قوي. فتعالى نضرب ده مثلا كده. طبعا الضربه العاديه بتاعه الفاكهه قويه جدا. يعني عايز اقول لك انت اصلا ممكن تحارب اي بوت بالضربه بتاعته عادي جدا. والبي في بي لو تيجي تلعب بي في بي استخدم القوة عادي لأنها ممكن تبعده والحاجات دي. يعني فمثلا ده يعني ممكن أضغط على حرف الزد وأعلم عليه كده، شوف بيضربه ضربة قوية جدا. حرف الاكس برضو احنا كنا زي ما انتم شايفين هو اتدمج اهو. يعني طار خالص بحرف الاكس. حرف السي ممكن اعلم عليه من وانا بعيد كده برضو عادي. بص هيعمل ايه. ده شمله. برضو نكمل بالضربات العادية. تمام. حرف الفي حرف جامد. يعني قوة جامدة جدا انها بتثبت الشخصية اللي قدامك دي وتقعد تضرب فيها كده. فانا اقدر اقرب منه واضرب فيه هو ما يعملش اي حاجة. بس يستحسن ان انت تعملها وانت قريب منه اصلا. فاهم حاجة؟ هي تعال نجربها تاني عشان تشوف هو هيتثبت. وطبعا لو انت بتلعب بي في بي لازم تبقى سريع جدا في الحاجات دي لو انت هتستخدمها علشان ما الخصم بتاعك ما يقتلكش. فتعال نجربها بس حرف الفي وبعد كده واحنا قريبين منه، وبعد كده نروح نحارب البوس بتاعنا. طيب حرف الفي اهو. هنضرب. هو كده متثبت ما بيدمجنيش اصلا. فشوف انا حرفيا ضربته في ثانية. فتعالى بينا نجرب حرف الفي تاني وانا قريب منه، شوف هدمجه ازاي بسرعة، مع ذلك ان البوت ده اصلا قوي جدا. فشوف انا هكون قريب منه اهو، وهعمل بالماوس عليه هضغط على حرف الفي. شوف في ثانية اتدمج يا جدعان. لازم اقول لكم فاكهة اللايت اقوى واحسن فاكهة للمبتدئين. فتعالى بينا هنا نزود البلوكس فروت بتاعنا عشان هنروح نحارب البوس دلوقتي. لان البوس هنا برضو قوي جدا بالنسبة للناس المبتدئة. فتعالى بينا ناخد مهمة ان احنا نقتل البوس دي. كونفيرم. يلا بينا كده. تعالى يا معلم. رحت فين؟ ف زي ما بقول لكم انا بحب الف حوالينه كده، عشان لما اجي الف حوالينه كده البتاع اللي هو اللي ماسكها دي، السهم اللي هو ماسكه ده، ما يقدرش يضربني بيه، لان دي حرفيا اقوى ضربه هو بيعملها. الا لو هو فعل قوه معينه. لو فعل قوه معينه ممكن يضربني من ظهره عادي او من وشه او حتى انا بعيد او حتى انا بعمل الحركه دي. هو دلوقتي عمل قوه. الدم بتاعه زاد للاخر تاني. فعادي هنضربه برضو. على نعمل اي حاجه كده. انا فعلت قوه بس هو ضربني برضو. تعالى بينا نلف حوالين نفس اللفه دي. اوف النت عندي وحش. فتعالى كده نرجع نضربه تاني. الواحد مات بس علشان النت عنده مش احسن حاجة دلوقتي. فيلا بينا.
عايز اقول لكم اصلا ان انا لاقط على شبكة تانية لان النت عندي خلص، فانا لاقط على شبكة تانية خالص اصلا. هو راح فين؟ تعالى يا باشا، تعالى نستفتح كده بحرف زد. يلا بينا. تعالى نلف حواليه كده. بحب قوي اضرب والف حوالينه، عشان لما اجي الف حوالينه ما بيعرفش يضربني بالسهم اللي في ايده ده. انما لو هو فعل قوة عادي يقدر يضربني من ورا او قدام عادي. تعالى بينا، يلا بينا. هانت اهي. كده هيضربني ثانية. خلاص هانت اهو. هانت ويموت هو، بس لو فعل قوة معينة يقدر يرجع روحه كلها. اه زي ما رجع روحه كلها، بس عادي. هنجيبه برضو. يلا بينا. يلا بينا. ضربتين ونطلع نجري. يلا 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 يلا. اه. كلني ضربة. خد دي. وراح فين؟ بس كده موته يا جماعة. هو سهل. هو طول معايا شوية علشان النت ضعيف عندي شوية، وانا والله لقيت على شبكة تانية اصلا ما هياش بتاعتي. فتعال نقوي الهيلث شوية علشان الهيلثي عندي ضعيف. فبس كده يا جماعة، انا بس كنت عايز اوريكم فاكهة اللايت وقوتها عاملة ازاي. الدمج بتاعها عالي جدا. تعالى بس اوريكم الدمج كام. لأي حد هنا، بصوا يا جماعة الدمج 725 بالنسبة لحد مبتدئ. جامد جدا. ده غير ان انت اصلا لما تيجي تعلي عند الستاتس هنا كده البلوكس فروت هتبدأ تعلى معاك. هي دلوقتي عاملة على مستوى 883، فده مستوى كويس جدا. فبس هي دي فاكهة اللايت، ويعني بنصح اي حد مبتدئ ان هو يلعب بيها. وطبعا يا جماعة لو انت تلعب بلوكس فروت، حاول برضو ما تضيعش وقتك عليها، ما تخليش ان هي تلهيك عن صلاتك، لان دي اهم حاجه في حياتك حرفيا. فبس كده يا جماعه، ما تحاولش تضيع عليك المسابقه اللي انا بعملها. انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زر الجرس وتابع فيديوهاتي. واهم حاجه تكتب لي اسمك في لعبه روبلوكس، عشان لما انت تكسب او حاجه ابدا ابعت لك الجائزه بتاعتك، سواء ال 500 روبوكس او فكه الكنترول. وغير كده وكده اصلا اي فيديو انت لما تيجي تتابعني، اي فيديو انا بنزله انت هتخرج منه مستفاد بطريقه كبيره جدا. ايا كان سكنات انا بنزلها في لعبه روبلوكس او اكواد في بلوكس فروت، هسيب لك اللينكات بتاعها اسفل الفيديو. منزل فيديو جزء اول وتاني وتالت. فحرفيا انت هتكون عندي مستفاد، مش مجرد ان انت بتتابعني وخلاص فبتزود عدد المشتركين عندي. لا، انت هتتابعني واي فيديو انا بنزله هيظهر لك عليه اشعار لو انت فعلت سر الجرس. هتطلع منه مستفاد حرفيا. ولو برضو في فكرة فيديو في دماغي ان انا ابدا اعمل مقارنات ما بين فاكهة وفاكهة. لو عايزين الفكرة دي اكتبوا لي في الكومنتات وانا هبدا انزل الفكرة دي عادي جدا. بس يا جماعة انا زي ما بقول لكم انا في دماغي حاجات كتير جدا، بس مستني دعم منكم، فانتوا تكونوا مستفيدين وانا اكون مستفاد. فزي ما بقول لكم برضو المسابقة فرصة ان انت تكسب فيها كبيرة جدا، لان عدد المشتركين عندي مش كتير. فبس كده يا جماعة الفيديو خلص. والله يا جماعة مع السلامة.